يلا بينا بقى نرطب على قلبنا بحاجة ساقعة كده في الجو الحر دوت. أحلى كده كاستر بالجيلي، تعمليه كده وتاكليه وهو ساقع، يرطب على معدتك كده ويدخلك نعنشة وطراوة كده. يلا بينا نشوف الطريقة. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل عشان يوصلكوا كل الوصفات اللي بقدمها. أهلا بيكم في قناتي وصفة شيماء. يلا نشوف المقادير. المقادير عبارة عن كيلو دقيق، كيلو لبن، لا كيلو ونص لبن. هحط على كل كيلو، هحط على الكيلو ونص 5 معالق كاستر و8 معالق سكر، اهو هعدهم معاك: 1 2 3 4 5 6، وانا حطيت 2 بعد كده، بقوا 8 عشان يدوك السكر الحلو. الكيلو ونص لبن. خلاص يا حبايبي، ده كيلو ونص لبن، حطيت عليهم 8 معالق سكر. هحط عليهم 5 معالق، هحط عليهم 5 معالق كاستر. الكاستر دوت نوعه خام فهو تقيل، فهحط 5 معالق بس. كل المكونات على البارد، انتوا شايفين الحلة قدامكم على البارد مش على النار. يبقى حطيت كيلو ونص لبن ساقعين، حطيت عليهم 8 معالق سكر، هحط عليهم 5 معالق كاستر، وهنشوف هحط تاني ولا لأ. 3 4، وحطيت واحدة تاني بعد ما فصلت. يبقى دول 4 معالق كاستر اهمت عليهم 8 معالق سكر. بس الكيلو ونص بياخد 5 معالق كاستر، او ممكن تعيريهم بالكوباية. اهو هحط المعلقة الخامسة اهيت اهو، بس ما كانتش مليانة فزودت حبة. قولي 6 معالق كاستر، يبقى 8 معالق سكر عليهم 6 معالق كاستر لكيلو ونص اللبن. 6 معالق كاستر و8 معالق سكر لكيلو ونص لبن. وقلبتهم جامد بالمضرب، وبعد كده رفعتهم على النار وابتديت اقلب فيهم تقليب سريع علشان ما تعمليش قعر من تحت وتتحرق. خلاص، لازم ايدي تفضل فيها على طول علشان دوت حاجة بتبقى طرية ما تتلزقش معايا في الحلة وتتحرق. اهو كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين ايدي بالتقليب مستمر اهوت. متنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الجميل لقناتي وصفة شيماء عشان اقدم لكم كل الوصفات الجميلة السهلة اللي تقدروا تعملوها. اهو كده يا حبايبي بقلب زي ما انتوا شايفين، ما فصلتش الكاميرا. اول بقى ما تبتدي تجلي كده اهوت، دخلت في الغليان وبتبقبق كده، هروح مطفيه عليها النار. تعرفيها ازاي استوت؟ هتلاقيها تقلت وبتبقبق كده. طيب يبقى كده استوت. خلاص يا حبايبي، كده يا حبايبي ابتدت تبقبق معانا. رب عليك صلاح الحال، اصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. اهو بعد ما خلصت بصوا بقى تقلت ولونها اتغير ازاي. بصوا ان شاء الله تقلت كده. يلا بينا بقى نغرفها في البولات او في الاطباق بتاعتنا او في الكاسات اللي هنقدم فيها على حسب الحاجة اللي هتقدمي فيها. هبتدي اخد من الحلة كده على طول قبل ما تجمد معايا في الحلة. اهو ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسمي الله كده وطول ما احنا بنشتغله علشان ربنا يحل علينا البركة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. متنسوش بقى ذكر الله والاستغفار والصلاة على سيدنا محمد. وخشوا بقى اعملوا الوصفة دي كده بسرعة عشان تبقى حلوة كده ترطب على قلبكم في الحر ده. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى بفرغ الكاستر معايا. دي طريقة الكاستر. الكاستر ده عبارة عن كيلو ونص لبن، عليهم 8 معالق سكر، عليهم 6 معالق كاستر. دوبتهم كلهم على البارد ورحت رافعاهم على النار لغاية لما ابتدت تغلي. وانا بقلب فيها ابتدت تغلي وتبقبق كده وتتقل، رحت شايلاها من على النار على طول وابتديت افرغها معاكم زي ما انتوا شايفين. طبعا هعمل لها طبقة تانية من الجيلي، بس مش هحطها عليها غير لما تبرد تماما. خلاص اديني فرغت كل الاطباق اهي زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تبرد تماما خالص. وبعد كده اعمل الطبقة التانية اللي هي الجيلي واصبها عليها. بس لازم دي تبرد تماما، انا باكد عليك، ولازم طبق الكاستر ده يبرد تماما. هو كده برد وعدى عليه ساعتين. كنت مغطياه بصينية. هنا بقى يلا بينا نعمله كيس الجيلي دوت بالفراولة. هحط عليه كوباية مية بتغلي ونص كوباية مية ساقعة، هقلبهم جامد بالمضرب. اهو كده يا حبايبي، حطيت كده كوباية مية سخنة انا معايراها وحطاها في البراد.
اهي كوباية مية سخنة عليها كوباية مية ساقعة أو نص كوباية. لو انت عايزاه يبقى تقيل جامد حطي نص كوباية مية ساقعة، لو انت عايزة السمك بتاعه يبقى عادي حطي كوباية مية سخنة على كوباية مية ساقعة. الجيلي بيبقى كوباية مية سخنة عليها كوباية مية ساقعة. هدوبه جامد لأن هو بيبقى مركز تحت في البولة. هدوبه جامد وهحط بقى عليه المية اهيت، كوباية مية ساقعة عليها كوباية مية سخنة بالمعيار ده، المعيار يبقى واحد. اهو كده هسيبه بقى يبرد شوية بردك، الجيلي هسيبه يبرد شوية وبعد كده هبتدي افرغه اهو بالمعلقة كده علشان اللونين ما يختلطوش مع بعض. خلاص يا حبايبي اهوت ابتديت بقى افرغ الجيلي على الكاستر بعد ما الكاستر جمد تماما، وانا بعيد وازيد في النقطة دي علشان الاتنين ما يختلطوش مع بعض. خلاص يا حبايبي ده كده طبق كاستر بالجيلي ساقع كده يرطب على قلبكم في الجو الحر اللي احنا فيه، دي حاجات كده بقى صيفية حلوة ترطب على قلبكم في الصيف. اهو ممكن تقلبي المعلقة كده وتروحي مفرغة عليها علشان اللونين ما يختلطوش مع بعض. اهو كده زي ما انتوا شايفين. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اهو كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. اهو كده يا حبايبي ادي الكاستر بالجيلي بتاعي، عملت طبق كاستر لوحده واطباق جيلي بالكاستر على بعض. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل. هسيبه بقى يبرد تماما وتاني يوم اوريهولكم. ده تاني يوم يا حبايبي كان عندي فورماسيه كده، رحت رش على وشه كده ما شاء الله طعمه تحفه تحفه تحفه. اهو كده يا حبايبي ما شاء الله على طعمه جميل جدا. اهو متنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الجميل. وتعالوا نشوفوا كده بقى. اهو كده يا حبايبي ما شاء الله جمد وبقى حلو. متنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الجميل لوصفتي، وصفة شيماء احلى وصفة هتعجبكم ان شاء الله في الجو الحر دوت. واقول لكم بصوا بقى اهو كده يا حبايبي، بصوا جمد ازاي ما شاء الله، وبقى قطعتين كده او اتنين فوق بعض